احلى ساندويتش من السموكد تشيكن بديل لكل الكولد كاتس اللي احنا بنشتريها من بره وبندفع فيها فلوس كتيره جدا. ومش بس بندفع فيها فلوس كتيره، احنا كمان بندفع ثمنها من صحتنا وصحه اولادنا. نقدر نحضر شرايح الفراخ المدخنه تفضل موجوده عندنا في التلاجة طول الاسبوع، ما بتبصي خالص، بالعكس ممكن نستخدمها في اكتر من استخدام. ممكن ناخدها في المدرسه، ممكن كمان قبل التمرين، وممكن كمان تكون وجبه غدا سريعه. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا هنجيب صدور فراخ كامله، او كمان ممكن نجيب صدور رومي ونخلي الجزار يربطها كويس جدا، وبننقعها في محلول ملح. محلول الملح ده اهم حاجه، بنقعها فيه ليله كامله. ومحلول الملح هو اهم حاجه في الخلطه كلها. هنجيب ملح وكمون، واهم حاجه نستخدم فلفل اسود حصى وزعتر وورق لوري، ونحط عليه ربع كوبايه من الخل، ونكمل الباقي كله من الميه، ونص معلقه من السكر، ونحط الفراخ فيها ونغطيها كلها بالميه، وبحط عليها كمان ربع كوبايه من عصير البنجر بيخلي لونها وردي وجميل جدا. ولما بحب ادلعها بضيف لها كمان شرايح من البرتقال، وبطلعها من المحلول تاني يوم بنشفها كويس جدا، وبنزل عليها اهم حاجه بقى التوابل المدخنه. وخلطه التوابل دي خلطه هايله جدا، بتنقل الفراخ في حته تانية خالص، وطعم التدخينه فيها بيكون واضح جدا. هكتب لكم بقى المكونات دي كلها تحت في الكابشن. ونيجي بقى للتسويه، ودي اسهل حاجه في الموضوع كله. كل الخضار الموجود عندك حطيه في كيس حراري، وحطي عليه الفراخ، وضيفي عليه بقى مشروم، وكمان شرايح من الزعتر والروزماري الفريش، وبدخلهم في الكيس الحراري. ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، وبطلعها من الفرن على علبة التلاجة، وبدخلها في التلاجة ليلة كاملة. اوعي تقطعيها في الوقت ده، لانها مش هتديكي الشرايح اللي انت عاوزاها. احنا عاوزين شرايح من الفراخ الباردة، يعني لازم ندخلها التلاجة. بدخلها التلاجة ليلة كاملة، وبطلعها تاني يوم، وابتدي اقطع فيها شرايح زي ما تحبي. بصراحة انا مش شاطرة خالص في موضوع التقطيع ده، انتوا تقدروا تقطعوا شرايح احسن من دي بكتير يعني. المهم ان انا بقطع شرايح على قد الساندوتشز اللي احنا بنحتاجها، لان انا في الغالب بديها الاولاد في المدرسه. وكمان بتنقذني لما بيكون عندي يوم شغل طويل جدا. مع التورتيه والخس واللبنه احلى ساندوتش، ونضيف له كمان الافوكادو، وادخلها على الساندوتش ميكر وشرايح من التشيدر. وبكده هنكون حضرنا احلى ساندوتشز ممكن ناكلها، سريعه وسهله وطعمها شهي، وبديله لكل الكولد كاتس اللي بتضر صحتنا جدا. وانتم مش عارفين الكولد كاتس دي بتتعمل ازاي، واحنا اتكلمنا كتير جدا على انها للاسف بترفع كوليسترول الدم، وبتحبس ميه عاليه جدا في جسمنا، وكمان بتسبب مشاكل كتير جدا في الضغط. احنا في غنى عنها. احنا نقدر نحضر وجبات سهله وسريعه لاولادنا. وعلى فكره الساندوتشز دي دايما بعتمدها لاولادي في حفلات اعياد الميلاد، وكمان حفلات المدرسه والديش بارتيز، واصحابهم كمان بيحبوا الساندوتشز دي جدا. ودايما بنوع لهم بين الانواع، ما بين الفراخ وكمان صدور الرومي، واحيانا كمان بعملها من اللحمه، وبتطلع طعمها حلو ولذيذ جدا. وبكده اولادنا هيكونوا اخدوا وجبه صحيه ولذيذه وطعمها شهي، وما اخدتش مننا ولا وقت ولا مجهود ولا فلوس كتيره جدا. اهم حاجه ان احنا دايما نحافظ على توازن الوجبه بتاعت اولادنا ما بين الخضار والفاكهه، وما ننساش الدهون الصحيه في المكسرات.